الصدقة والإحسان ما أمكنه، والصدقة تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة فيها نفع عظيم وثمار كبيرة. يقول ابن القيم: فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن ومتصدق، ما يكاد العين والحسد يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العافية والعاقبة الحميدة. والصدقة والإحسان من شكر النعمة، الصدقة والإحسان من شكر النعمة، والشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها. يسمي العلماء الشكر الحافظ، وأيضا يسمونه الجالب، يسمون الشكر الحافظ ويسمونه الجالب. لماذا؟ لأنه يحفظ بإذن الله تبارك وتعالى النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، فهو حافظ جالب، يحفظ لك النعمة الموجودة عندك وأيضا يجلب لك نعما أخرى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.